بتحلم تسافر؟ نفسك تبدأ من جديد؟ طب اسمعني، ليه الناس كلها عايزة تسافر ألمانيا؟ أيوه يعني ليه مش كندا، فرنسا، أمريكا ولا حتى الخليج؟ ليه ألمانيا بالذات؟ إحنا دلوقتي في أول يوم من خطة 28 يوم من التغيير، ودي مش مجرد فيديوهات تحفيزية، دي خطة كاملة متكاملة من الألف للياء، من أول ما تعرف أنت مين وعايز إيه وهتسافر ليه لحد ما تقدم ورقك في السفارة. ألمانيا مش مجرد بلد، دي واحدة من أقوى 4 اقتصادات في العالم، عندها نقص شديد في العمالة وبتفتح أبوابها يوم ورا يوم، فيها فرص دراسية كتير، شغل، تدريب، تمريض، IT، تكنولوجيا، هندسة، طب، تعليم فيها شبه مجاني، والفرص متوفرة والناس بتحترم القانون، وفيها تأمين صحي واجتماعي قوي ومحترم. بس السؤال هنا، هل انت مستعد تشتغل على نفسك علشان توصل ألمانيا وتتأقلم مع البلد دي؟ أما بقى اللي بينجح هنا فهو مش أشطر واحد، اللي بينجح هنا اللي عنده قدرة على التكيف والتعلم المستمر والتطور. في الفيديو الجاي هقولك هل انت مناسب لألمانيا ولا لا. في 5 صفات لازم تكون عندك، لو مش موجودين عندك ممكن تضيع سنين من عمرك. تابعني عشان الفيديو ده مهم جدا، وسيب لي رأيك في الكومنتات واكتب لي بتفكر تسافر ألمانيا ولا دولة تانية.